هاحكي لكم في الفيديو عن النشادر، الاسم العلمي ليها ايه، بتتباع فين، فوائدها وأضرارها وكل استخداماتها. الاسم العلمي للنشادر هو الأمونيا، بنجيبها منين؟ من عند العطار. وأول استخداماتها بتستخدم في طرد الحشرات من الشقة، ودي حاجة بصراحة مفرحة للكل. كان عندي أبراز كتير وفئران وبيجولي من فوق السطح أو من عند الجيران، واللي حصل بقى ان انا حطيت شوية من النشادر زي معلقة كده في البلكونة، ومن وقت ما حطيت النشادر في البلكونة ما جاليش فار ولا جالي برص، ودي بصراحة كانت حاجة مفرحة جدا. وبسبب ريحتها القوية النفاذة اكتشفت ان هي طارد قوي جدا للفار وللبرص. بتستخدم كمان النشادر في التنظيفات. هنجيب 1 لتر مية سخنة ونقلب فيه معلقتين كبار من النشادر، ودي المعلقة اللي احنا بناكل بيها الرز. وبعد ما نقلب النشادر في المية السخنة بالفرشة بقى او بالسفنجة، وهنبتدي ناخد من المية ديت ونلمع البوتجاز كله من بره ومن جوه والعيون كمان. هنلمع كمان السيراميك بتاع الحيط والسيراميك بتاع الأرض، هنلمع كمان الرخام والمطبخ أيا كان ألمونيوم أو خشب، هنلمع الإزاز. جميلة جدا بصراحة هنستخدم كمان النشادر في حفظ السجاد من السنة للسنة. هنجيب السجاد بعد ما نغسله كويس جدا وننشفه، هنفرده ونحط عليه زي مثلا معلقتين من النشادر، نرشهم كده على السجاد، وبعد كده نحط عليه ورق جورنان ونلف رول كده ونشيله. بيحفظ السجاد من العتة وكمان من الزواحف ومن الحشرات الصغننة. بنستخدم النشادر في إزالة البقع من السجاد وكمان من المراتب والمفارش. هنجيب 1 لتر مية سخنة ونقلب فيه 4 معالق من النشادر، ونبتدي بفرشة ونبتدي بقى نغسل السجاد كويس جدا، وكمان نغسل المراتب والمفارش. وانتي بتنضفي السجاد او المراتب او المفارش بالنشادر اوعي تحطي كلور على النشادر وانتي بتغسليها. لو حطيتي كلور مع النشادر هيتفاعلوا مع بعضيهم وهيطلع غاز سام جدا، فبلاش، نصيحة ان انتي تحطي اي مادة من مواد المنظفات مع النشادر وانتي بتلمعي. خلي النشادر لوحديها مرة، وخلي مثلا الكرول والمنظفات مرة تانية، يعني دي مرة لوحديها منفصلة ودي مرة لوحديها منفصلة. لكن لو حطيتي الاتنين مع بعض طبعا هيطلعوا غاز، والغاز دوت هتستنشقيه، فده سام جدا. طبعا النشادر مادة كيميائية، في ناس كتير قوي بتتحسس من المواد الكيميائية، فأنا لو بتحسس من المواد الكيميائية زي مثلا الشابة، النشادر، حاجات كتيرة قوي ما ينفعش ان انا استعملها في المنظفات، ما ينفعش ان انا احطها في البلكونة واقعد اشمها في الرايحة والجاية، بتسبب اختناق لان ريحتها نفاذة جدا، بتسبب صداع، بتسبب دوخة. ما ينفعش كمان الأولاد الصغيرة يستعملوها أو يستنشقوا الغاز بتاعها، لأن الغاز بتاعها قوي جدا ونفاذ جدا، زي ما قلتلكم بيسبب اختناق، بيسبب صداع، بيسبب دوخة. فإحنا بصراحة في غنى عن الحاجات دي كلها. فخلي الكبير لو ما عندوش حساسية إن هو بيتحسس منها، يعني إن هو يستعملها، هي آمنة بصراحة وكويسة جدا. وحتى لو ليها أضرار، أضرارها برضو ضعيفة جدا، بس احنا برضو خلينا في الأمان. ما ينفعش كمان ان احنا نحطها على وشنا او على عيننا، آه، خطر جدا. لو جت لا قدر الله على عينك وانت بتنضفي، اغسلي عينك بالمية الجارية بسرعة واغسليها كتير قوي، وبأمر الله مش هيحصل اي حاجة. انا والله استخدمتها في كل حاجة بصراحة، بس انا عشان مش بتحسس منها ولا بتحسس من الشابة،
فعادي بالنسبالي إن أنا أستعمل النشادر في كل حاجة، أيًا كان بقى بتتحسسي منها أو لا، فلازم وانتِ بتستعمليها لازم يكون في هوا من برّه داخلِك، يعني تستخدميها في مكان فيه هوا، علشان الريحة بتاعتها طبعًا نفاذة شوية، ويستحسن كمان إنِك تلبسي كمامة. وطريقة حفظها إن انتي بتحفظي البودر بتاعها في علبة وتغطيها كويس جدا وتشيليها في التويليت. لو استفدتي من الفيديو متنسيش تعمليلي لايك وتشتركي في القناة وتكتبيلي تعليق محفز وتقوليلي من أنهي بلد بتتابعيني.